العكس. ايه العكس صحيح. كان لاعب في الزمالك وهو اهلاوي. مين بقى؟ خالد الغندور. كابتن خالد الغندور اهلاوي. ده عشرة عمر بقى، ده احنا بنلعب مع بعض. لا ثانيه واحده بقى يا جماعه كده، طفوا يعني هدوا المايكات كده ونشوف. كابتن اشرف قاسم. كل دول اهلاويه. طبعا. كابتن خالد الغندور اهلاوي. طبعا. كابتن خالد الغندور اهلاوي. طبعا. طبعا. كابتن خالد الغندور كان امنيه حياته يبقى موجود مع الكابتن مصطفى عصمت رحمه الله، الكابتن شعب شاف ربنا يديله الصحه، الكابتن احمد عبد الباقي ربنا يديله الصحه، كل دول، وكابتن مصطفى يونس، كل دول مسكوا النادي الاهلي في قطاع الناشئين. يتمنى خالد الغندور يبقى موجود معاهم قبل ما يروح وياخدوا الكابتن فاروق جعفر يوديه الزمالك. ده كابتن خالد الغندور ده وهو بيتكلم على نادي الزمالك تحس عشق ودفاع واستماته. مش بيقول لك صدمة. انت في فرق بين، بيقول لك في قصه حب انتهت بجواز، وفي جواز صالونات مرتبط. اقول لك ايه، الحياه جت ما بعد الجواز. خالد الغندور عشقه ما بعد اللعب يعني الزمالك. يعني كابتن خالد الغندور جواز صالونات مع نادي الزمالك. طبعا. وكان في حاله حب مع نادي الاهلي. حياته كان الكابتن مصطفى عصمت او الكابتن احمد عبد الباقي او الكابتن شوقي شافي يبقى موجود في النادي الاهلي. احنا لا لازم اجيب كابتن خالد الغندور في حلقه. اهلاوي كبير، المستشار عبد الحميد الغندور. فعلا. طبعا. لا كابتن خالد الغندور بقى محتاجين احنا اصحاب، واحنا هو عنده 10 سنين اصحاب، واحنا وهو عنده 10 سنين. ده سر بنلعب مع بعض في نادي مدينه نصر. لا، ده اعتراف قوي قوي يعني.